السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. كل عام وانتم بخير. غدا ان شاء الله النصف من شعبان. هنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون إنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العظيم. كل عام وانتم بخير. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم آمين. النهاردة الوصفة بتاعتنا جميلة جدا. هنعمل النهاردة شاورما الدجاج. شاورما الدجاج بطريقة جميلة جدا. خلينا نشوف مع بعض. طبعا احنا معانا كبد وقوانص مغسولين ومسلوقين، هنقطعهم ونفرزهم بالطريقة اللي احنا شايفينها او بالشكل اللي احنا شايفينه زي ما احنا شايفين كده. احنا غسلينها كويس وسلقينها. طبعا بنسلق الكبدة لوحدها والقنصة لوحدها لان كل حاجة بتاخد سوية مختلف. سلقت القنصة بشوية ملح الليمون، جميلة جدا زي ما احنا شايفين، بيضة وما شاء الله زي الفل. بتقطعيها بالطريقة اللي انت عايزاها وبتكيسيها. لما بتطلعيها ما بتاخدش في ايديكي، مش هنقول دقايق، هنقول ثواني وتحضري الوجبة بتاعتك. اما الشاورما انا كنت مبهرة اوراق الفراخ بشوية ملح، شوية زيت، شطة وشوية كركم فقط لا غير، ما حطيتش زيادة عن كده. هنعملها بطريقة جميلة جدا. طبعا الحامل اللي معايا حامل مناديل. الكوباية اللي معانا الألمونيوم دي كوبايات زبادي. أنا كنت يعني عندي كمية، خدت واحدة منها عملت لها فتحة علشان أحط عليها الفراخ زي ما احنا شايفين بالشكل اللي احنا شايفينه كده. بنلبسها كيس حراري وبندخلها الفرن وهنقلي بطاطس. وكمان كنا مبهرين عفوا أجنحة دجاج. كيستها زي ما احنا شايفين. طبعا البهارات بتاعتك انت، انا ببهر بشطة وملح، شوية زيت، شوية كركم او شوية سماق، وكمان نسيت اقول ان انا حطيت شوية زعتر. هنلبسه كيس حراري وهندخله الفرن، طبعا حسب الفرن وحسب حرارته، من ساعة لساعة ونص بالشكل اللي هنشوفه مع بعض. البطاطس طبعا قشرنا البطاطس، غسلناها، قطعناها، هنقلي بطاطس. يعني من ما شاء الله من ريحة الوجبة وطعمتها الأولاد كلوها، ولا مايونيز ولا كاتشب ولا أي يعني ولا طحينة ولا أي حاجة خالص. ما شاء الله كانت جميلة جدا. سخنت لهم عيش الشاورما وزي ما احنا شايفين عندنا كوسة، عندنا طماطم وفلفل أخضر. بمعلقة زيت كده بنمسح زي ما احنا شايفين كده وبنشويها، بنقلبها على الجنبين. ما شاء الله كانت وجبة جميلة وكانت ريحتها قلب البيت. أتمنى تعجبكم. شاورما الدجاج زي ما احنا شايفينها، يعني أنضف من أكل المطاعم. وعلى فكرة يعني الوجبة اللي معانا اقتصادية 100%. ما شاء الله زي ما احنا شايفين. يعني أنا قدمتها بالشكل اللي احنا شايفينه. طبعا كل واحد في الطبق بتاعه خد الكمية بتاعته. وزي ما قلت لكم والله نسوا ولا كوكاكولا ولا أي حاجة خدوها. ما شاء الله كانت الوصفة عفوا جميلة جدا. زي ما احنا شايفين شوية ملح، شوية فلفل اسود مع شوية زعتر، مفيش بعد كده. اتمنى تعجبكم. شاورما الدجاج من مطبخ ماما دودو. يعني اتمنى تعجبكم بصراحة. وكل عام وانتم بخير. ما شاء الله شوفوا بنقطعها، الكيس الحراري بيفرق في التسوية كتير جدا. يعني ما شاء الله جميلة جدا جدا جدا. كمان انا كنت مبهراها قبلها بليلة، يعني من بالليل، وعملتها تاني يوم على الغداء مستوية. وما شاء الله ريحتها، طعمها، شكلها يفتح النفس. اتمنى تعجبكم. اتمنى الفيديو يعجبكم. والسلام عليكم وكل عام وانتم بخير.